في معنى يقول لك ايه، الانسان بيكتب وهو في رحم امه شقي ام سعيد. فاحنا فسرناها ايه بقى؟ النص دين، فهم النص ليس دين. فاحنا فهمناها ايه؟ ان وانا في رحم امي اتكتب لي بلال ده شقي، فهنزل للارض هعيش شقاء. ايوه، طب هتحاسب على ايه بقى؟ ما هو اتكتب عليا شقي. هو المعنى مش كده، المعنى كلنا كبشر بيكتب لنا واحنا في الارحام، وبنعرف الحاجات اللي تخلينا في نعيش في الارض شقي، والحاجات اللي تخلينا نعيش في نفس ذات الارض سعيد. والاختيار باختيارنا احنا، بيكتب لنا الشقاء ويكتب لنا السعاده، يكتب لنا مقعدنا من الجنه ومقعدنا من النار. وانا بقى في الحياه باكت انا اللي بروح ناحيه هنا او انا اللي بروح ناحيه هنا. بيكتب لي الاثنين، مش معنى كده ان يكتب لي ده او ده، لا، الله عز وجل بيكتب لي الاثنين شقي ام سعيد. وانا في الحياه بقى انا اللي بختار اروح للشقاء. انما يعني انا كتب لي شقي، هتحاسب على ايه يعني؟ فدي معنى من المعاني برضو اللي عامله لخبطه عند الناس. تاني معنى عامل لخبطه عند الناس القدر، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر. بيتكلم ان في بشر قدر، تخيل يعني عمل قدر. بيتكلم في موضوع القدر. الله عز وجل حط الارض دي بقوانين وباقدار وبمقادير، حط انفينيتي من المقادير بشكل لا نهائي. زي بالظبط كده، انت لو مشينا من هنا لاخر الشارع دوت هنطلع الشيخ زايد، طب لو مشينا كده هنروح اكتوبر، طب لو مشينا كده هنروح. فالله عز وجل حط كل الاقدار، وانا حضرتك اللي بختار قدري. انا اما اتمرن واحافظ على صحتي واكل اكل كويس واتعب في التمرين، هاخد قدر الصحه كويسه. طب لو عملت عكس كده هاخد قدر الصحه اللي مش كويسه. طب الله كاتب القدر ده وكاتب القدر ده، الله كاتب كل المقادير اللي في الارض. والانسان فاعل وليس مفعول به. حضرتك اللي بتختار انت عايز انه قدر في الحياه وبتروح له. انما ما اتكتبش علينا حاجه واحنا مش مفعول بينا. احنا في الاول وفي الاخر ان جاعلين في الارض خليفه، في الاول وفي الاخر انت ليك حريه الاختيار. بس يا حاج ابراهيم.